الوداد كرجع سكة انتصارات بعد 8 ديال الماتشات مشى فيهم رباح بعد فوزه على النادي المكناسي ب2-0. ماتش بيزار لانه في جوج الوجوه. الوجه الاول هو انه شفنا الوداد بواحد لا فولونتي كبيره مع البدايه ديال الماتش، التشكيله تقريبا كان متفق عليها من قبل الجمهور، وكانت واحد الرغبه عند اللاعبين ما شفناهاش في الماتشات اللي فاتوا. 4-3-3 كلاسيك بمهاجم او بوينت اللي هو الهنوري، وانا عندي واحد الاحساس انه تاريخيا الوداد كيصلح لها غير 4-3-3 وهي اللي قدمت فيها احسن المستويات ودات بها الالقاب. شفنا انسجام كبير بين اللاعبين، شفنا واحد الكونيكسيون خفيفه بين مفيد وزياش. مفيد اللي اللاعب اللي ما كتقدرش تفهمه لانه كيقدر يدير كل شيء مزيان في الكره ولكن يخسرها في اللقطه الاخر. والهنوري اللي قدم مستوى مزيان، لاعب مجتهد، مهاجم او بوينت اللي خاص الوداد اللي دائما كانت كتميز مهاجمين قتاله في لاسيرفاس. فجاه قرر المدرب انه يعطي الماتش للكوديم ودير واحد التغييرات مفهومين، شو داز من 4-3-3 4-2-2 عقيمه جدا. وهنا كتزاد الشكوك على ديك الهضره اللي كيقولوا انه كاينين شي لاعبين كيتامبوز انهم يلعبوا. دخل نور الدين امرابط ووسام بن يدر وزاد عليه الواسطي. وهنا بغيت ندوي على جوج لعابه. الواسطي اللي ما فهمتوش اش كيدير في الوداد صراحه. اخويا الواسطي راه حرفيا لاعب ما كيقدم حتى شي حاجه، ما كيديرش جوج كرات متابعين، في حين نور الدين امرابط وعلى الرغم من الكارير ديالو الكبيره غير هو راه طريقه اللعب ديالك اخويا راه ما مفهوماش بتاتا. علاش كتخلي الكره وكتخلي لي كولوار دو باس وكتخلي الريتم السريع ديال البالون يتحرك وكتمشي تدخل في دي دويل فيزيك مع اللعابه ما عندهم حتى شي معنى، لدرجه ان كلشي ولا كيعيق بك وكيخليك مشاد معاه وكيخطف لك الكره. رباح كيرجع الوداد لسكه انتصارات وكيعطيها متنفس وكيخليها قريبه من الصداره. جا اخر الكوديم قدم كره ممتعه زعما بزاف. كوديم مع الدنيبي دائما كتمتعنا في البالون ديالها، غير هو قرارات في الثلث الاخير اللي خصها تخدم. كاين واحد الفكره كنامن بها هي السهله والمساحه. الدراري كيلعبوا معايا الكره راه ديما كنقولها، هاد الفكره ديال السهله والمساحه هي حرفيا اللي كتطبقها الكوديم في كاع الماتشات ديالها. لاعبين كيعطاكيو لي سباس بالبالون ولا بلا بالون، ودائما اللعاب عنده جوج ديال لي زوبسيون على الاقل باش يلعب الكره. بليس دو سا ما كيزيدوش فيها بزاف، وكتشوف ان التحركات ديالهم عباره عن مجموعه كتله ديال اللاعبين كيمشيو ويجيو في نفس المسافه، وابعد لعاب على صاحبه ما كيفوتش واحد 5 ولا 6 متر. الكوديم في جميع ماتشاتها الكبار كانت ند للند، ولكن خانتها اللمسه ما قبل الاخير. وكنظن انه لو كان عندهم شويه ديال الجرأه اكثر قدام بوطو كان ممكن يحصدوا نقاط اكثر.